أحلى وأطعم وأسهل بيض باللانشون، ينفع للفطار أو للعشاء. ممكن تدوقوا. لو أول ما تشوفوني أنا الدكتورة سهى. أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. هندهن بولة من ممكن تدخل الفرن أو الميكروويف بسمنة أو بزيت، وهننزل عليهم بشريحة مدورة من اللانشون، وننزل عليها بأي نوع من أنواع الجبنة بتكون مدورة، سواء فلامنك شيدر المتوفر عندنا، ونسويها كويس جدا فوق قطعة اللانشون. بعدين هنكسر فوقيها البيضة بتاعتنا، وننزل فوق البيضة بشرايح من الزيتون سواء أخضر أو أسود اللي تحبوه، وقطع صغيرة من الفلفل الرومي الألوان، ونقطع فوقيها شوية من الجبنة بتاعتنا بحيث نغطي الفلفل الرومي والبيضة تماما، ونرش شوية فلفل على الوش. مش محتاجين نحط ملح لأن الزيتون هيملحها. وندخلها الميكروويف أو الفرن، بتاخد في الميكروويف حوالي 4 دقايق لحد ما البيضة تجمد، ونغرفها في طبق التقديم. مش قادرة أقول لكم ريحتها وطعمها حلوين قد إيه. أتمنى لو عجبتكم الوصفة تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأنها فعلا وجبة جميلة وسريعة وسهلة. وبالهنا.